أستاذ، فرحتني هذا الصباح بكل صراحة، لأول مرة أسأل صحفي ويجيبني بكل ثقة في النفس أن الفريق الوطني المغربي سيفوز هذا اليوم. ان شاء الله نفوز اليوم ويوم السبت ويوم الاربعاء الموالي، وفي النهايه ان شاء الله ما كاينش حتى سبب علاش ما نفوزوش. انا فاهم الصحفيين اللي مازال خايفين، لان التاريخ ديالنا القريب في الاحصائيات وفي نهائيات ديال كاس افريقيا كان فيه بزاف الكوابيس، بزاف الكوارث، وبالتالي تقول ما يمكنش حنا يوقع لنا، خصوصا تقصينا مع البنين في 2019. ولكن الفريق الحالي ولا راشد ولا تعرف شي ولا عنده مدرب محنك ومدرب مجرب بمعنى الكلمه، حيت داز بجميع سوالم التدريب، وبالتالي نقطة أخرى أستاذي أعجبتني بها هذا الصباح، هو أنني كنت دائما طيلة هذه المدة قلق من جهة جياش، لأنه قيل أنه سيغيب، وفعلا سيغيب، لأن إصابة الكحل من أصعب الإصابات التي يصاب بها اللاعب. فاجأتني هذا الصباح وقلت بأن الخبر بمجرد تمويه ان شاء الله. ما انا ما اكدتش بانه يبدا المباراه، ولكن كاين حاضر في ورقه المباراه. واش يبدا رسمي؟ اظن ذلك واتمنى ذلك. واش يخلي حتى الشوط الثاني؟ لا اظن، لان هو عنده الغرض مزيان في الاول، لانه يضغط في الاول وليد باش يسجل، فوقاش يعطيهم الكره حتى يكون رابح. نتمنى الله باش هذه المره ما نضيعوش الاهداف ونسجلوا الهدف الثاني باش نقتلوا المباراه. جنوب افريقيا كيفاش كتشوف انت؟ فريق جميل، يلعبوا كره حديثه، كره عصريه، كره تقنيه، ولكن سذاج ما تكتيكيا اقل قوه من المغرب. سؤال اخر حدثتني عنه قبل قليل، كيف ترى الناس هنا في كوت ديفوار؟ انا منذ مده وانا اقول في فيديوهاتي وفي برامجي ان الافارقه سبقونا في القيم وفي الحضاره، وكانوا الناس يضحكون عليه، والله يضحكون عليه، يسحبون الحضاره والماكله والشراب والنعاس. ثق بيا، انا زرت 36 بلدا افريقيا، من اطيب الناس، يعيشون ببساطه، عندهم قيم كبيره، وانا احس بنفسي يعني سعيدا لما اكون في افريقيا. وتنطلب من المغاربه، تنقول لهم بركه من السفر لاوروبا، سافروا لافريقيا، نساو الحضاره ونساو داك الكونفور. افريقيا ما كاينش الكونفور، ما كاينش فلوس، كاين حوايج اخرين اللي انا دابا جيت لكوت ديفوار 15 يوم وليت تنبغي هذا الشعب الايفواري. واش عمرك شي واحد جا دوا معاك طريح؟ لا. عمرك شي واحد؟ انا هذا الصباح كنت ندير لايف هنا في لاطيراس، جاو 13 بيهم ولا 15 البنت خدامين في لوطيل، 15 قالوا لي بونجور مسيو. 15. هذا واقع، وخصنا ناخذوا العبره من الافارقه ونعرفوا بان عندهم شي حوايج اللي ما عندناش. نفس الفكره 82 مو قلت لك نفس الفكره، زعما استخلصتوها من خلال سفرياتي لافريقيا. مؤخرا كنت في الكونغو الديمقراطيه بمناسبه الالعاب الفرنكوفونيه. في الحقيقه تاثرت تاثرا بالغا من جراء اخلاقهم ومعاملاتهم، وهذا ما لاحظته ايضا كما قلت في الكوت ديفوار. طيبوبه، ناس شعبيين بسطاء، من البساطة يعيشون السعادة التامة ما لم نجدها في أوروبا. كما قلت أنا بدوري تقريبا زرت أوروبا بأكملها، عشت فيها فترات كثيرة، وفي الحقيقة ما وجدناه في إفريقيا لا نجده في أوروبا ولا في أمريكا. والحمد لله الملك ديالنا من الأول ديال الحكم ديالو فهم مزيان هذه القضية، واعادنا الى اصلنا في افريقيا، لان كنا نسينا راسنا من افريقيا، وبان حتى كاين بزاف ديال الملوك جاو من افريقيا وحكموا المغرب، والناس نساو هادشي. دابا الحمد لله رجعنا لافريقيا بقوه، وتتشوف بان الشعب الايفواري بعد ما اهلناه وانتصرنا على زامبيا كيفاش يتعامل معنا، وتنظن بان المغاربه ديال المستقبل ولادنا وحفايدنا يكونوا فاهمين هذه القضيه
وسيعيشون مع إفريقيا أكثر. وكاين نقطة أخرى ودت أن أضيفها في هذا الفيديو، في الحقيقة الشيق اللي عنده واحد القيمة كبيرة، لأنه في الحقيقة استفدت منك أستاذي العزيز، استفدت منك في عدة نقاط. الآن أن الحمد لله إفريقيا كما قلت جلالة الملك الله يحفظه خلى إفريقيا بأكملها تعشق المغرب وتحب المغاربة. تصور أننا كنا في الكونغو الديمقراطية والآن في كوت ديفوار نحظى باهتمام، باحترام، بتقدير، بمحبة، بمعزة، وهذا كله ناتج عن السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة. الحمد لله. والله الحمد لله، وصباحكم سعيد، ونتلاقاو بعد المباراة إن شاء الله. إن شاء الله.